اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ تعالوا بقى، رمضان خلاص قرب ولازم نبتدي بقى بتجهيزات رمضان. واول حاجة طبعا الزبادي، طبعا عشان السحور. عملنا زبادي بيتي في البيت، طالع بصوا بالجمال والحلاوة دي، وطالع جميل جدا وطعمه بجد تحفة. بدل ما تجيبي الزبادي بقى من بره، علبة الزبادي دلوقتي بقت ب7 جنيه. طب وليه؟ ممكن نعملها في البيت ونعمل كمية كبيرة. معايا دلوقتي 2 كيلو من اللبن السايب، اهم حاجة اللبن يكون كامل الدسم. هبتدي دلوقتي نسيبه على النار يغلي، على نار هادية، نسيبه يغلي. وهنا بعد بقى اما غلي سبته طبعا يكون دافي معايا. واللبن، لا، اهم حاجة لازم يكون دافي، ما ينفعش سخن. واحط الزبادي طبعا مش هينفع، لازم اللبن يكون دافي عشان ايه؟ الخميرة تتفاعل، خميرة الزبادي تتفاعل مع اللبن. هنا معايا علبة زبادي بقى كبيرة، عشان انا مستخدمية 2 كيلو من اللبن السايب، فاستخدمت علبة الزبادي الكبيرة. حطيتها دلوقتي في بولة. الزبادي دي خميرة الزبادي تخلي الزبادي البيتي يطلع جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده، بحط طبعا الزبادي على اللبن كده في بولة تانية، وابتدي اقلب كده زي ما انتم شايفين. مش عايزة يكون في اي تكتلات من الزبادي عشان ما تبوظليش الزبادي في الاخر. زي ما انتم شايفين كده، ببتدي اقلب كده وبشوف لو في اي تكتلات، بكمل برضو تقليب عشان مش عايزة يكون في اي تكتلات خالص. زي ما انتم شايفين كده بقلب. بعد ما قلبت بقى بنزل على اللبن كده زي ما انتم شايفين، وابتدي برضو اقلب برضو كده اللبن زي ما انتم شايفين كده. بجد الزبادي البيتي اعمليه في البيت وبأسهل طريقة وبمكونين بس، اللبن وتكون الزبادي عندك، واعملي احلى زبادي في البيت ومش هيكلفك كتير جدا، واعملي كمية. وكمان عشان اولادك بيحبوا طبعا الزبادي. هنا معايا بقى الطواجن الصغيرة زي ما انتم شايفين كده، ممكن تعملي فيها، وممكن تعملي برضو في كوبايات، تعملي في اطباق اللي انت عاوزاه. زي ما شايفين كده هنبتدي برضو نحط برضو نرص كده زي ما شايفين، نوزع كده اللبن كده في الطواجن دي. جربوه بالطريقة دي، انا طبعا معتمداها كل سنة بعملها في رمضان. بعمل الزبادي كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وعايزاكم ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك. طبعا كده احط زي ما انتم شايفين كده احط كده في الطواجن. طبعا هيعملوا معايا 6 طواجن بالظبط، 6 بالظبط. هنا كده زي ما انتم شايفين. طبعا الطريقة دي طبعا انا دايما بعملها كل سنة في رمضان، بعملها الزبادي وبيطلع معايا النتيجة بجد رهيبة جدا. دلوقتي هبتدي بقى ارص كده في صينية زي ما انتم شايفين كده الطواجن كده. ال2 كيلو عملوا معايا حوالي 6 طواجن، بس انا عشان الطواجن حجمها كبير شوية، حجمها 210 جرام، فحجمها كبير. لو الطواجن الاصغر منها ممكن تعمل معاكي اكتر من كده طبعا. هنا دلوقتي هبتدي احط، طبعا عملوا معايا 6 طواجن بالظبط. بدل ما تجيبي علبة زبادي كل يوم على السحور، تجيبي علبة زبادي ب7 جنيه، طب ليه لا؟ اعمليها في البيت والنتيجة برضو هتطلع بجد وهمية. زي ما انتم شايفين بصوا كده عملوا معايا 6 طواجن بالظبط. هاجي هنا بقى دلوقتي معايا بقى مية سخنة من الكتل. معايا مية سخنة لازم تكون سخنة مغلية، هنعملها كده حوالي تاخد نص كده الطواجن، عند نصها كده زي ما انتم شايفين. وانا مولعة على الفرن طبعا مدفياه، لازم الفرن يكون دافي، وهسيبه 4 ساعات بس.
4 ساعات والزبادي هتكون جاهزه معاكي. طبعا غطيته هنا برضو في ورق ألمونيا زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها طبعا سبته 4 ساعات، وبعد ال4 ساعات رحت حطاه في التلاجة. وهنا النتيجة دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. سبته طبعا في التلاجة بقى، سبته 4 ساعات بقى لحد في تاني الفرن، يوم، وبعد وزي ما 4 انتم ساعات حطيته في التلاجة، وزي ما انتم شايفين النتيجة بجد رهيبة جدا، وبجد اتصدمت بجد من النتيجة. كل مرة بعمله بس بيطلع احلى من اللي قبله.